ابنك مش بيبطل حركه، القعده على المكتب بالنسبه له عذاب، بالنسبه لك انت كمان معركه يوميه وصريخ. طب ايه رايك لو قلت لك ان الحل مش اننا نقعد بالعافيه ونقعده بالعافيه يذاكر، الحل ان احنا نخليه يذاكر وهو بينط. ايوه زي ما سمعتيني كده بالظبط. هقول لك ازاي نحول الفرق والهري ده لمذاكره ممتعه جدا ونتيجتها سريعه قوي. الطفل الحركي يا جماعه بيتعلم بجسمه كله مش بعينه بس، فبدل ما تضيعي طاقتك في الزعيق اقعد يا حبيبي بقى ركز، استغلي حركته دي في صالحك. الدراسات بتقول وزي ما بنتعلم في هاشتاجنا طفلك بيتعلم ببساطة ان الحركة بتزود دخول الدم في المخ عند الاطفال الحركيين اللي احنا بنتكلم عليهم. يعني ازاي الكلام ده؟ يعني هو بيتحرك بيبقى اسرع 3 مرات من ما هو قاعد. طب نطبق الكلام ده ازاي؟ ذاكري له يا ستي وهو بينط. لو عندك ترامبولين كده صغير خليه ينط وهو بيسمع كلمات الانجليش عشان ما تبقاش صعبه علينا، او هو بيحفظ جدول الضرب. تعالي جربي مره ارمي له الكوره وهو بيجاوب على السؤال. يا ستي خليه يمثل المعلومه بجسمه، هو ده اللي هيثبت المعلومه في ذاكرته اسرع من اي كتابه. سيبيه يتحرك، المذاكره مش سجن، المذاكره انجاز ممتع لو انت عرفتي فعلا مفتاح ابنك فين. وما تنسوش تتابعونا عشان كل يوم معلومة جديدة تخلي حياة أطفالنا أسهل، ومعانا طفلك هيتعلم ببساطة.